اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله غادي نهضروا على جذب الانتباه. علاش خاصك تجذب الانتباه باي ثمن؟ الناس كيحكموا غير على المظاهر، الحاجه اللي ما كتبانش ما كيتمش الاعتبار ديالها. ما تخليش راسك غارق مع عامه الناس، وما تخليش راسك في طي النسيان. حاول تكون دائما هو الشخص اللي مختلف، اللي ماشي بحال الناس، واللي مسلط عليه الأضواء. نعطيك بعض ملاحظات شخصية. أول حاجة متفق معها هو أن أغلبية الناس كيهتموا بالمظاهر. وثاني حاجة أنه في بعض المناسبات خاص تبين راسك. مثلا إلا كنتي كتقرا، إلا كنتي كتشارك بزاف غادي تعجب الأستاذ. وفي الخدمة ولا في شي شركة، إلا كنتي كدوي وكتبين على الخدمة ديالك، اكيد انك غادي تعجب وتقنع المدير ديالك ولا المدير ديال الشركه. غير الواحد يحظي امتى خاصو يثير الانتباه وامتى يكون سري ومتحفظ، ولا غادي يطيح في قل الذوق والاداب. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، وشكرا لكم.